في زيادة الوزن ماشي ضروري يكون عندك أدوية أو وصفات، فقط نظام غذائي صحي وروتين بسيط، وغادي تلاحظي النتيجة كل أسبوع من كيلو حتى ل2 كيلو. فاليوم إن شاء الله جبت لك 2 وجبات بطريقة بسيطة، لأن حتى طريقة الطهي مهمة بزاف. وإلا كنتي مهتمة كملي الفيديو من الأول إلى الآخر مع لايك واشتراك. هنا بديت لكم بالقهوة المعطرة. إلا قدرتوا أنكم تناولوا القهوة المعطرة بدل من القهوة سريعة الذوبان فهي مفيدة للصحة وزوينة بزاف. هنا درت أتاي ديال الخروب، أنا ما كناخدش أتاي العادي، ولكن هذا الخروب هذا زوين بزاف ومفيد للجسم. وهنا غادي درتو أنه يطبخ، لأنه هو كذلك كيساعد على الهضم. هادشي هو الهدف من زيادة الوزن. هنا درت القهوة المعطرة، ضفت الماء باش يتغلى ليا وباش نضيف ليه القهوة. كل شيء كيعرف يطيب القهوة. هنا درت المقلاة، غادي ناخد بيضة واحدة، هذه وجبة الفطور. غادي نضيف عليها قطرة ديال الخل، خل التفاح، وغادي نهرس واحد البيضة وندير ليها ملح الهيمالايا، ماشي الملح العادي، مع شوية ديال الماء فقط باش البيض ما يكونش مقلي، يكون مقلي بدون قلي، يكون غير مقلي في الماء والزيت. فكنخلط البيض وكنكبو. هنايا ما خليتش الزيت تسخن، درت زيت الزيتون طبيعة الحال، وضفت عليها البيض تدريجيا، وكل شيء كان كيطيب في خطرة واحدة. كيف ما كتلاحظوا معايا البيض كيطيب، وهنا كتكون وجبة متكاملة للفطور. هنا عندي املو يا اما كناخدو في الصباح الا ما عنديش البيض، يا اما كناخدو في العصر، يعني الغوتي. الى عندي البيض ما كناخد فقط هذا للغوتي، كافي وموافي. الا لقيت المربى ديال التمر كنرافقو معاه، ما لقيتوش كنكتفي فقط باملو. يستحسن انه يتصاوب مع بعض المشتريات الضرورية اللي غادي تشوفوهم معايا. هنا عندي الخل ديال التفاح اللي هو ضروري جدا، خاصو يكون عندنا في البيت. وهنا عندي ملح الهيمالايا، حتى هي ضرورية تكون عندنا في البيت. غادي نشرح لكم مناش كتكون الفيتامينات اللي فيها وداكشي كله. وهنا عندي لاسباغول اللي هي نخالة القطونة، حتى هي ضرورية. وان شاء الله في الحلقات القادمة غادي تشوفوا معايا الاستعمالات ضرورية، كيفاش كنستعملوها اثناء في الحياة ديالنا اليومية والروتينات اليومية. فإن شاء الله إذا كان الموضوع كيهمكم، ما عليكم إلا تخليوا لي لايك واشتراك في القناة باش توصلوا كل جديد، وكل واحد يكتب لي شحال كيوزن في الكومنتير ونقول ليه واش طبيعي ولا لا. أتمنى أن الفكرة ديال اليوم نالت الإعجاب ديالكم. شكرا لكم على المتابعة. باي باي.